دايما بنشوف كل الناس اللي وصلت لحاجات كتير قوي في الكارير بتاعها بتقول لك الكوميونتي، ومش بس عشان نوليدج، عشان كمان ان انت تقابل ناس وتعمل نتوركينج، تتعرف على ناس، تبيلدوا ديسكشن بس مع بعض، تبقى حاجه مؤثره قوي. فانا النهارده بيشرفني ان انا مع استاذ عثمان بطران، فوجوده معايا ده لوحده في حد ذاته اصلا اضافه للكونتنت كله حبيبي. في البدايه عرفني بنفسك. أنا عثمان بدران، بشتغل في الماركتينج والبراند بيلدينج بيزنس بقالي 24 سنة، ولفيت في حاجات كتير يعني، فلبست في حاجات كتير وتعلمت حاجات كتير، وكارنتلي بكونسلت الشركات وانفستر مع بعض الشركات والستارت ابس، ويعني وبنعدي بقى في الظروف اللي احنا فيها دي، يعني اللي احنا من المنطقه كلها والله، مش بس مصر يعني، وبنتعلم مهما كنت انت بيل جيتس في نفسك، الظروف بتقعد تعلمك زياده. so it's a very interesting period علينا جميعا يعني. يعني خلينا نرجع بقى ورا 24 سنه. انت how did you start؟ بدات ازاي؟ بص، انا بدات الاول خالص، اشتغلت في الماركتنج سايد. انا اتخرجت في الماركتنج واشتغلت ميجر ستادي يعني ميجر ستادي، واشتغلت مع عماد الدين اديب في حاجه اسمها جود نيوز فور مي، كان لسه عاملها وكان بيحاول يعمل مور اوف اونلاين بلاتفورم، كان زمان بقى الاونلاين لسه في البدايه يعني. اوكي. ف يعني از فيري انترستنج بزنس مان، وبس قعدت سنه معاه، وبعد كده نقلت بقى، رحت الادفرتايزنج لبي بي دي او، اشتغلت على بيبسي 5 سنين. بعد كده رحت فودافون، لا اشتغلت اكشن في البراندنج شويه مع شركه مالتي ناشونال اسمها ذا براند يونيون، كنت بريبورت لساوث افريكا. وبعد كده بقى فودافون في الماركتنج، وبعد كده دخلت مع الجماعه الصينيين هاي سنس، برضو كنت ريجنال ماركتنج دايركتور ليهم، مساعدهم. كان تشاينيز براند كده، كان بيحاول يجي which was very interesting، لانه كان بس هو يعني بيحاول يفتح ليه سوق. يعني انا دخلته في، كان الكلام ده في سنه 2000 لو انا فاكر صح 2010 مثلا تقريبا، حاجه كده. فكان this is the beginning of Hisense. قعدت معاهم سنتين، وبعد كده ابتديت اعمل شركتي بقى، حسيت ان انا I can bring some value، فعملت شركه اسمها The Brand Bees براندنج ايجنسي، وكنا شغالين كويس، بس غيرت البيزنس موديل وقفلت الشركه السنه اللي فاتت، وعملت بزنس موديلنج جديد اكتر. دلوقتي انا ناو كونسلتنت اون ذا ماركتنج سايد، يعني شمول اكتر عن البراندنج. اتس ا فيري يعني ريتش كارير الحمد لله، كبير قوي. الماركتنج ناس متقسم فئتين، ناس بتشوفه سهل قوي وده عادي وماركتنج ودعايه ونقول للناس تشتري الحاجات، وناس تانية شايفاه صعب جدا وفيري سيستماتيك وفيري بيكي، وانت بتأثر في سلوك ناس وبتخليها تتصرف بشكل معين. ف ايه التعريف الاشمل من وجهة نظرك خلال الفترة بتاعتك؟ بص، لو انت عايز حاجه معينه ليها علاقه يعني انا مؤمن بحته انه اي حد النهارده بيشتغل في حاجه هو لازم يكون بيحبها، صح؟ دايما سمعنا الجمله دي اكيد كتير يعني. الماركتنج سايد انا بحس ان انت لو ما عندكش درايف ان انت عايز تنجح تعمل منتج، مش انه يبيع كويس، انه يبقى بيفرق في المجتمع. there's a big difference between ان النهارده انا بعمل منتج فراح ضارب في المبيعات versus ان انا بعمل منتج او بشتغل في شركه ليها هدف معين، فيها امباكت معين. حتى على فكره لو ايس كريم بيجيب سعاده، يعني هي ملهاش علاقه بالشامبو لازم يرغي، مش هو ده المقصد ده، بس ده كونسبت ان انا لو ما فيش بيربس وحاجه هدف معين، انا نفسي كعثمان ممكن احس ان انا مش لاقي نفسي قوي في الشركه دي، فانا هي شغلانه والسلام غلط، مش هتتطور. انت مجرد اكنها ترانزيشنال بيريد، فانت ممكن عادي، ممكن تخش تشتغل في شركه وبعدين تلاقي نفسك الشركه مش عاجباك لانك الهدف مش راكب معاك قوي، فيود موف اون. بس الماركتير الصح هو اللي بيعرف يعني يخدم على المنتج علشان يعرف يدي امباكت. اوكي. زي ما بالظبط انا بدي اكزامبل، كنت لسه بتكلم مع حد من اسبوعين كده، بقول له النهارده الناس اللي بيشتغلوا في الاوتيلز، يعني في الهوسبيتاليتي اندستري دي، برضو الناس اللي واقفين ورا الكاونتر في الاوتيلات او المطاعم او كده، الناس دي على فكره بيبقى عندها شخصيه مهمه قوي قوي قوي، ان هو يبقى عنده حسن استقبال الناس، اوكي، ويبقى عنده حاجه هو عايز يسيرفيس على الناس.
you get my point. يعني هو في دمه سكيل درايف. برافو عليك، بنفسك انت. برافو عليك. هو نفسه انا عايز اخدم عليك، انا عايزك تبقى سعيد، انا عايزك ان انت النهارده اعمل لك تشيك ان بسرعه عشان تطلع تتبسط في الاوتيل وتنزل تتعشى وتشيك ان في اوضتك. حاجه نون تيتشبل يعني. فدي محتاجه نوع لو هي شغلانه والسلام انت هتكره اليوم، هتبقى مش طايق الناس اللي جايه وتبقى عايز زباين اقل عشان انت تروح بدري والاوتيل يفلس، ولا فرق معاك. انما لو انت حابب الكالتشر وحابب الهدف من الشغلانه انك بتحب تبقى عايز تسعد الناس، يور ان ذا هوسبيتاليتي بزنس، انت في مكان الصح. فالموضوع النهارده مش حته ماركتنج او سيلز او هوسبيتاليتي، على قد ما الدرايف ان انت ملمس او كونكتد وذ بيربس، الهدف الرئيسي من الشغلانه او من المنتج بتاعك. ده المهم، ده يعني دي الخطوه. في جزء تاني، في ناس كتير بتدخل خاصه في مجال الادفرتايزنج، المجال شكله حلو صح، بيبقوا عايزين انا هدخل المجال عشان شكله جميل صح ولذيذ واكسايتمنت، ولو انا بشتغل في شركه فيها براند كبير اوت دورز، مظبوط الكلام. بس برضو ارجع اقول لك ده هدف على فكره حلو برضو، اتس فاين، الواحد برضو لازم يفتخر بشغله. بس الاهم من ان انا انا بس عايز الاوت دور، ولا انا نفسي ان المنتج اجان اساعد. ما هو انت جزء من الفريق، خلي بالك الادفرتايزنج لوحده ما بيبيعش، هو لازم يكون منتج كويس، والمنتج كويس لازم يكون فيه دعايه كويسه، هي سايكل كلها ولازم يكون عندك كول سنتر كويس. بدي اكزامبلز يعني لازم عندي ديجيتال تيم كويس، لازم عندي ناس كونتنت كريشن كويسين، عشان البراند النهارده ما بقاش مجرد باعلان. زمان ما احناش في السبعينات. ايوه صح، انت فاهم. سو ذا براند زي ما بيقولوا از هوليستيك ات ذس بوينت. فالنهارده لو انا بعمل اعلان في الادفرتايزنج ومبسوط تمام، بس از لونج از ان انت نفسك تنجح من فريق العمل اللي بيعمل كذا عشان المنتج له بيربس كذا. هو ده على فكره اللي بيميز الشركات الجامده او التيم اللي جوه الشركات دي. فديبندز انت عليك انت يعني. بيبقى في ناحيتين، learning by doing صح، والناحيه الثانيه بتاعت ذاكر كتير قوي وبعد كده let's start doing. فمن اي مدرسه؟ انا من مدرسه learning by doing، بس في نفس الوقت لانه احنا بنشوف برضو قصص وبنقرا عن قصص، يعني ناس يمكن ما ظروفها مثلا عائليا مثلا ما عرفتش تكمل تعليمها الشكل معاه، او ما عرفتش تخش جامعه كويسه ومع ذلك شرخوا لان هو عنده الكاركتر، وفي نفس الوقت he learned by doing and he excelled. فانا بحس النهارده ان التعليم مهم، ده يمكن في مجالات معينه، يعني ما ينفعش النهارده ابقى مهندس مثلا في بتاعه وابقى نص هوقع بالظبط، انما ممكن في مجالات معينه ما ينفعش ابقى دكتور نص فاهم قصدي؟ دي حياه ناس. بس ان فعمرك ما هتشوف دكتور، وبعدين ما بقولكش حاجه، جامعه القاهره مخرجه اساطير يعني، مش بقول انت لسه تخرج من هارفارد يعني، فاهم؟ فبس انت مهم يكون عندك فاونديشنز بتاعت الليرنينج بتاعك، يعني اللي انا هقدر امارس عليه بديهيات يعني. وخد الباقي. يعني انا في الماركتنج اند بزنس سايد انا مش برشح ان انت تعمل ماسترز لو انت هتشتغل في مجال التسويق قوي، لان الماسترز ممكن يفيدك لو انت شغال في اوروبا في امريكا، دي لها، انما في مصر الممارسه. اوكي، اصلا اوريدي الستاديز اصلا معموله هناك، فهي ديبندس على الكالتشر بتاعتهم اكتر. فالكالتشر مش بس كده، دايما المصريين غير متوقعين يعني. خلي بالك لازم في ليفل معين انك تقف في ثيوري، يعني لو انت محامي لا انت لازم تقعد تذاكر عشان دي قوانين، انما في الماركتنج انت لازم تنزل الملعب. يعني كأن النهارده انت عايز اعلمك كوره، قاعد شغال على سبوره وبقول لك بص انت هتشوت هنا وانا هاجري هنا، طب نفسي انزل الملعب حاجه ثانيه خالص شويه. وبعدين طب انا لو نزلت الملعب كل اللي انت قلته لي ده طار، لانه اي دونت فيل يعني مانيش حاسه. فانا من النوع اللي بحب افضل الممارسه، بس ما ينفعش برضو انه ما عنديش فاونديشن. خد فاونديشن صغير وكمل انت عليه. اوكي، وعلى حسب المجال بتاعك طبعا. لو انت عايز تاخد كورس زياده، ناس بيبعتوا لي كميه اسئله مثلا اخد كورس الفلاني، اقول لهم انا ما اعرفش يعني، اولا انا ما خدتش كورس وما اقدرش اقول لك هو كويس ولا ممكن يبقى كويس، بس انا من نوع انه ممكن تاخد كورس لو ما عندكش علم بالموضوع خالص. اوكي، بس هو مش هيطورك في حته، انزل الملعب بقى. انت تمام؟ ده لو في العالم الماركتنج زي حالتنا يعني. طيب وير تو جو، لو انا لسه هقول بسم الله في مجال الماركتنج، فوير تو جو ابدا احط الفاونديشن بتاعتي؟ حاول انك تنقي انك تشتغل في شركه لو ربنا اكرمك يعني وجات لك الفرصه، اسعى ورا الشركه وثقافه الشركه ومنتجها اهم من الفلوس. لانه انا بحس النهارده انت ممكن تشتغل في شركه ان شاء الله تاخد 500 جنيه، بدي اي كلام يعني عشان بدي رقم في الارض، انما هتعلم. فانت الواحد وهو صغير بيبقى عايز فده لوحده ادد فاليو اصلا. ادد فاليو انت استثمار. انت بتستثمر في نفسك انك تشتغل اصغر واحد، بس بشتغل في شركه كويسه هتديني انا مور اكسبيرينس اعرف ابني عليه. يو جيت ذا بوينت. فاكنك انت ذس از بيتر ذان ماسترز. خلي بالك معظم الماسترز الام بي ايز اللي بتشتغل اليومين دول على فكره العلمي بره مصر يعني بيقولوا للشباب لازم تكون بتشتغل بقالك سنتين.
تخيل. لان هو عرف النهارده انه يعني عشان برضه يبقى براكتيكال اشتغل سنتين وتعالى اعمل ماسترز حط براكتس مع ثيوري. فنرجع للسؤال، the first thing is دور على شركه يبقى فيها learning اهم من الفلوس، حتى لو ان شاء الله internship ببلاش، بس invest in yourself. انت لو دخلت ان انت internship ببلاش قعدت 6 اشهر مع شركه اكس وتعلمت على السي في بتاعك، يقول لك طب ما نشوف يعني فاهم قصدي؟ انت كأنك بتبني نفسك، بتبني your image، بتبني your career يعني. you're now a consultant اوكي وليدر في الشركه طبعا، فاكيد بتشوف تحتك ناس كتير، بتشوف منهم اللي بيعمل حاجات غلط وبتشوف منهم اللي بيعمل حاجات صح. فايه اكتر حاجه صح الواحد لو عملها يركز فيها ويكمل، وايه اكتر حاجه لو شفت حد بيعملها ايه هي الحاجه الغلط اللي هو لا وقف تعملها وركز اكتر على حاجات تانية؟ بص هي دي هتيجي بالممارسه، مش مفيش جوابني يعني لان there's no right and wrong، هي مجرد زي ما بيقولوا كده مذاهب مختلفه، ما فيش حد يقدر. بس اللي انا اقدر اقوله لك انه لما تبقى ليدر وتبقى انت النهارده مسؤول، لو مثلا كبرت تدرجت في حياتك وبقيت مثلا مسؤول عن تيم، المفروض التيم ده عنده اهداف معينه تتناسب مع اهداف الشركه اللي هو بيسموه اوبجكتيف، صح ده حقيقي، او بيسموه كي بي ايز، كي بيرفورمانس انديكيتورز. فلو دي اتحطت انا لازم ابقى عيني على دي. النهارده لو احنا تيم مع بعض، احنا مثلا 5، لقيت ان في واحد مقصر معانا فاحنا مش بنوصل للكي بي اي، شطاره الليدر او التيم ليد مش لازم يكون رئيس شركه يعني اقعد اتكلم لا خلي بالك هنحصل كذا 1 2 3 4، انما التهاون غلط. فانت الغلطه از ان انت تتهاون عشان احنا اصحاب او بقينا اصحاب وبند وبقينا لزاز وقريبين من بعض فدخلنا شغل بنداري على بعض. لا هو الموضوع مش يعني فاهم. اذا كنا عايزين ننجح، ما انا بقول لك الناس اللي بتعرف تنجح في الشركات الكبيره، عشان كده بيقول لك لما بتشتغل في شركات كبيره بره they are very vicious وما بيهزروش سكاكين. ليه؟ علشان هو ما عندوش حته الداري على بعض دي. على فكره هننجح سوا، شغل عادي وهننجح سوا يعني، بس المهم ان انت تكتشف الغلطه صلحها بسرعه عشان مينتيننس عشان ننجز. هو لو نجحنا مرتبك هيزيد، في بونسز هتنزل في الشركه على حسب كل الشركه. فالغلطه الاساسيه ان احنا ما نداريش على بعض. الغلطه الاساسيه ان احنا نحاول نوجه بعض نساعد بعض ونتقبل الفيدباك. في ناس بالنسبه لها شايفه ان انا خلاص كبرت، انا عندي دلوقتي 24 سنه مش انا شفت الدنيا يعني. لا انت لسه في البدايه، ده الناس اللي عندها 60 سنه بتعلم، انت 24 سنه او بي سي لسه. فتقبل التوجيهات وانك ما تستناش كتير يعني فاهم. فلكسبيليتي ان انت يو ميك كوركتيف اكشن يعني كماركتنج تيم صغير او انديفيديوال، this is what you need and you learn. بالذات وانت صغير حاول انك تقعد تتعلم وسط ناس كتير، حتى لو بره يعني انت عارف الماركتنج يعني ديفيجنز وديبارتمنتس. الشطاره ان انت ازاي تعرف تتقابل، حتى لو هتقعد مع ناس شوف بيفكروا ازاي. تيم كرييتيف، تيم اوبريشنز، طب التيم في السيلز مشاكلهم ايه في السيلز، انت فاهم. يعني الموضوع مش ان انا اعمل المنتج والبراندنج بتاعه والدعايه، انا ممكن اقعد مع السيلز تيم اسمع مشاكل السوق ايه، ما هو في الاخر هو وتاخد على اساسها اكشن. برافو عليك. وخلي بالك السيلز ما بيقعدوش معايا انا وانت اللي بناكل البسكوت، بس بيقعدوا مع التاجر. التاجر بياخد كلامه مني انا وانت، او بيشوف النهارده البسكوت ده سحب من السوق ولا لا. فايت سايكل لازم احنا كلنا نكون واخدين كله بيتعلم من بعضه. فانا لو انا هفضل قاعد بي دي اف على نفسي، لو انا هقعد اشتغل بي دي اف مش هتنجح. الماركتنج بالنسبه لي ان انت لازم تانجيج مع الناس، ننزل وتجرب او تسمع، ارمي ودن مع الناس اللي في الديبارتمنتس الثانيه عشان تنجح يعني. كان في دايما في الكتابه اكتر الرايتنج، كان في اكتيفيتي بيقول لك انزل اقعد في كافيه شوف الناس بتتكلم عن ايه، وده هينسباير يقول حاجات كتير. صح. في كاتب مشهور قوي يعني اسمه علاء الاسواني. علاء الاسواني كتب كتاب اسمه تاكسي. اتس ا فيري نايس كوميك بوك، بيحكي على 100 رحله تاكسي، هو بيركب تاكسيات وكان بيقعد يتكلم معاهم على حاجات مختلفه خالص يعني، وبيسالهم على حاجات فاريس كده. لا تخيل انت النهارده لو انا ماركتير بجد يعني، اصل انا جبت الكتاب ده قريته عشان تقدر تفهم النهارده الناس دي في بعضها بيفكر ازاي. اتس جود جيفز يو انسايتس. ما هو ذا مور يو ار انجيجد وعندك علم باللي بيحصل وعندك انسايتس بالناس بتفكر ازاي. طب ما كتاب زي ده كوميدي جدا ولذيذ وفيه افيهات وهتقعد تضحك من القلب يعني، في نفس الوقت وفي حاجات تانية هتتخض، بس مش مشكله انت لازم تسمع. انا عايز اقول لك انه بسبب الكتاب ده انا قعدت فتره كبيره جدا، حتى لما اوبر نزل كنت بركب تاكسيات بس والله العظيم. لان انا بقعد اتكلم مع الناس، مش ان هو ده الهدف بس انا عايز احس بالفرق. اصل انت خلي بالك لما بتتطور برضو شويه والتكنولوجي بتخش، انت يو ديسنجيج يور سيلف. صح. انت الاوبر بتقعد ورا وبتدفع فاهم بكريدت كارد ومفيش بينا حديث اصلا، وعلى طول حاطط السماعه. انت فاهم قصدي؟ يعني تراي تو انجيج. فسعيد الحظ اللي بيشتغل في شركه
بتعرف تغطس الماركتير او السيلز تيم بجد في الشارع، زي بقى بيبسي وكوكا واخواتهم والناس الكبار دول. ينزلوا يلفوا وشوفوا الناس بتقول ايه بالظبط، فبينزل يشوف، عارف انت بالظبط كانك بتقول يا نهار ابيض انا الحياه تانية خالص، احنا عايشين في بابل. تعمل سكاوتنج كانك بتشوف مكان الاول. لا انت بتشوف مصر الحقيقيه، اصل مصر الحقيقيه مش ديستريكت 5. صح ده حقيقي. انت فاهم، احنا لا نمثل 1% من الشعب، فلو عايز تتكلم بيزنس هتقعد تنزل تحت. صح انت فاهم. it was a very informative talk. انا اتبسطت جدا واتشرفت جدا ان انا قابلتك بجد يعني، و I hope ان التوك دي تكون فادت الناس بليجر بالعكس، وجود لك انت في القناه بتاعتك. Thank you so much. يلا Thank you so حبيبي. much. Thank you, sir. شكرا جدا.